تعرفي انك ممكن تستثمري في دي وتكسبي اكتر من استثمارك في الذهب والالماس؟ كل الاستثمارات اتأثرت باللي حصل السنين اللي فاتت الا الاستثمار في الشنط. هقولك ازاي، بس الاول انا سلمى القزاز وده علم الجيم. اكتر شنطة مشهورة ومكسبها مضمون وبيزيد طبعا هي دي Legendary Timeless Bag ارمس بيركن. سعرها في ارمس بوتيك بيكون بداية من 7000 جنيه استرليني، واول لما بتشتريها وبتخرجي تقدري تعرضيها على الويب سايتس المتخصصة في البري لوفد ايتمز ب 15000 استرليني. شايفة الفرق؟ مكسب 114%. هقولك ازاي، بس الاول خلينا نعرف هي ليه اصلا غالية كده. طبعا التصميم اللكجريوس والخامات الممتازة وانها بتاخد اكتر من 40 ساعة شغل، كل دي اسباب، لكن السبب الرئيسي هو ان ارماس مش بتدي الشنط دي لاي حد، بتعملها باصدار محدود جدا وما تقدريش تدخلي المحل كده وتشتريها، لازم ويتنج ليست وتكوني اشتريتي اكسسوارز بقيمة معينة من ارماس عشان بس تقدري تاخدي الشنطة الحلم بالنسبة لكتير من الناس. ده غير القيود اللي بتحطها الشركة على عدد الشنط اللي ممكن العميل يشتريها سنويا. وده يودينا البوينت، هي ازاي اصلا في السكند ماركت غاليه كده؟ لانه ببساطه صعب قوي شراها، حتى صعب على المشاهير. افتكرت مثلا كاردي بي اللي دفعت 250,000 دولار في شنطه بيركن ثمنها الاصلي حوالي 80,000 دولار. والله مشروع يستحق التفكير. لو جربتي الفكره دي قبل كده شاركيني تجربتك في الكومنتس، ولو بتفكري تجربيها قولي لي هتشتري شنطه من اي براند.